السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين البصارة. طبعا البصارة أكلة مصرية مشهورة جدا وأكلة شعبية، وطبعا اللي كلها قبل كده عارف قيمتها كويس. معايا هنا المقادير. أول حاجة ربع كيلو من الفول المدشوش، ومعايا هنا شبت وبقدونس وكزبرة خضرة يعني، ومعايا فلفل رومي وبصلاية وثلاث فصوص ثوم وشوية كمون. دي كده المقادير بتاعة البصارة. أول حاجة هنقول بسم الله، وهنجيب الحلة اللي هنعمل فيها البصارة، وهنحط أول حاجة الفول المدشوش. ده بيتجاب من عند العطار، اسمه فول مدشوش. وبنحط الخضرة حوالي كده يعني، لو حزمة كبيرة هتاخدي من كل حزمة نص حزمة. وقرن فلفل رومي واحد، حابة تحطي سبايسي زي ما تحبي. وحطيت بصلاية كده وسط، وحطيت 3 فصوص توم صغيرين مش كبار. وهنحط عليهم حوالي لتر من المية، وهحطهم بقى على النار زي ما انتوا شايفين كده علشان نسلق الفول او نسلق البصارة. اول بقى ما تبتدي تغلي كده، هنديها غلوتين وهنقفل عليها الحلة وهنوطي عليها النار ونسيبها بقى مع نفسها لغاية كده ما نلاقي الفول داب خالص، يعني ما يبقاش مستحمل كده ان احنا نمسكه بايدينا زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كانت استوت خالص. هنسيبها لما تهدى خالص كده ونحطها في الخلاط ونضربها في الخلاط. حابة تعمليها بالهاند بلندر زي ما تحبي، بس انا بصراحة بفضلها في الخلاط. بحس ان الهاند بلندر بيفتحها كده شوية، وبحس ان الفول مكسر فيها. وهنا بقى هنعمل جنبها بتنجان مخلل. طبعا دي أكلة يعني معروفة جدا، بصارة وبتنجان مخلل. أنا فضلت أعمل البتنجان الأبيض، شقيت كده حتة صغننة وحطيته في الزيت علشان يتقلي، وهنقعد بقى ايه نلف البتنجانية عشان تتحمر من جميع الجهات. وعلى فكرة مش بياخد سوا خالص، أنا بحب البتنجان الأبيض قوي المخلل. أنا عن نفسي بفضله عن الأسود كمان، بحسه كده هادي ولطيف كده. وهنا بقى هنكمل ضرب في البصارة زي ما انتم شايفين. انا كنت بقلي البتنجان واستنى شوية واضربها لغاية ما تبقى زبدة كده خالص. هنا بقى بعد ما البتنجان اتقلى هنوطي كده على البتنجان، علشان انا بقليه مقفول مش بفتحه، علشان بحبه كده يبقى من جوه طري وفي نفس الوقت فاتح مش غامق. شلت بقى البتنجان كله من الزيت، وهنحط بقى ايه بعد ما خلطنا البصارة في الخلاط، هنحط شوية زيت بقى كده في الحلة، وهنحط بصلاية بقى كبيرة حلوة كده علشان نعمل التقلية بتاعة البصارة. انا هقلي البصل ده هغمقه شوية واخد منه شوية عشان احطها على الوش بتاع طبق البصارة، وفي نفس الوقت النص التاني هيبقى التقلية بقى بتاعة البصارة. انا بحبه فاتح كده عادي جدا، بيبقى حلو كده ايه ومقرمش شوية. حابة تغمقيه هتقليه بقى لوحده علشان ما طبعا ما يغمقلكيش البصارة وما يبقاش يعني غامق قوي كده. انا بقى شلت نص الكمية بتاعت البصل وحطيت بقى البصارة، ونخلي بالنا لان الاتنين سخنين، ونخلي بالنا برضو لما نيجي نخلط البصارة في الخلاط يكون ما فيهاش بخار كتير، او نشيل الغطا اللي في النص بتاع الخلاط. بعد ما حطينا البصارة حطينا عليهم شوية كزبرة وشوية كمون وشوية شطة حمرا وشوية نعناع. النعناع بيدي تيست حلو قوي، شوية صغيرين جدا. من كل التوابل دي انا حاطة نص معلقة صغيرة مش اكتر من كده. كزبرة ناشفة وكمون، انا حاطة كمون قبل كده وهي بتتسلق، وشطة حمرا، وحطيت آه، شوية نعناع. هنا بقى الدقة بتاعة البتنجان حطيت كده نص طماطمية مقطعة، وحطيت كزبرة وكمون وشطة، وحطيت ليمون، وطبعا الملح. حبيت كده اعمل الدقة خفيفة، مش عايزاها اللي هي تقيلة قوي ولا حرقة قوي، لان طبعا البصارة بتبقى حامية شوية، فحبيت اهدي الدنيا جنبها كده يعني. وطبعا معروف ان الفول يعني طبعا انتوا عارفين الفول بيعمل ايه يعني، فحبيت كده ايه التوم ما يبقاش كتير، يبقى البتنجان المخلل هادي. طبعا زي ما تحبوا، حابين بقى تعملوه مشطشط قوي او فيه توم كتير زي ما تحبوا، بس انا اكتفيت يعني بمعلقه توم صغيره او فصين توم صغيرين على الكميه بتاعه البتنجان دي. وابتديت بقى احشي البتنجان، وحطيت طبعا ليمون وحطيت خل،
وقلبتهم على بعض، وبحشي بقى بيه البتنجان كده. الطماطم بتخلي طعمه حلو جدا، وكان كده خفيف وهادي وحلو جدا. عايزه اقول لكم ان الطبق ده يعني مفضلش منه ولا حاجه. بعد كده بقى قعدنا نغلي في البصاره بقى كده شويه. حابين تقلوا توم مع البصل مع البصاره زي ما تحبوا، يعني في ناس كتير بتعمل كده، طبعا زي ما تحبوا، بس انا بفضل بصل بس، بستكفى بالثوم اللي مع السليق بتاع الفول يعني. هنا بقى هنبتدي نغرف البصارة. شايفين بقى كريمي ازاي؟ ما تكتروش المية قوي وهي بتتسلق، علشان ما يميش كده مننا وتبقى خفيفة. اوكي. طبعا كل ما بتبرد كل ما بتتقل. نخلي بالنا واحنا بنحط الملح، عشان البصارة خداعة جدا. ممكن تقعدي تزودي وتدوقي وتقولي لا دي دلع، وفجأة كده تلاقيها حدقت منك. خلي بالك وانتي بتحدقيها كده في الاخر. وهنا بقى سبتها بردت شوية علشان احط البصل على الوش، لان لو كنت حطيت البصل وهي سخنة كان هيغطس في قلب طبق البصارة. لكن احنا بقى عايزينه يبقى على الوش كده شكله حلو. طبعا هتحطيه بقى بأي شكل انت عايزاه. وطبعا البصارة من غير شوية التقلية اللي على الوش ما تبقاش بصارة خالص. احلى اكلة بجد، وبتأكل جدا يعني، مش مكلفة قوي. واللي مجربش البصارة يجربها، لان اللي مجربهاش فايته كتير جدا. وطبعا لازم يبقى جنبها البتنجان المخلل. جربوها وهتعجبكم جدا. سهلة وخفيفة وما فيهاش اي حاجة. زي ما انتم شايفين الطبق شكله حلو كده، تحس ان هو منور في قلب الطبق يعني بجد. مش محتاجة غير كده عيش بلدي. سلام بقى لو ما يكون بقى العيش ايه، ناشف شوية كده، ما يبقاش طري يعني. بجد يعني جربوها يا جماعة، هتندموا لو ما جربتهاش. وطبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة